أهلا بيكم، معاكم مروة صالح. تعالوا نتعرف على الكاتبة خولة حمدي. هي روائية وباحثة وأستاذة جامعية ومهندسة تونسية، حققت نجاحات مبهرة في عالم الكتابة الأدبية. بدأت مشوارها الأدبي برواية في قلبي أنثى عبرية اللي حققت نجاح باهر، ومن أهم أعمالها غربة الياسمين، ودي صدرت سنة 2015. الرواية بتدور عن المسلمين في بلاد الغربة الغير مسلمة، وإزاي بتنتهك حقوقهم والنظرة إليهم إنهم إرهابيين، وبتتكلم عن معاناة الفتيات المحجبات في الغرب. أحداث الرواية حول فتاة تونسية مسلمة اسمها ياسمين، فتاة ملتزمة دينيا، وبتواجه كتير من المشكلات للاندماج في المجتمع الفرنسي، ونفس المشكلات بيتعرض ليها أصدقائها من مصر والمغرب والجزائر، وده رغم تنقلهم من مدينة للتانية، لكن المشكلات بتلازمهم في أي مكان. الكاتبة نجحت إنها توصف صعوبة الغربة وتوصف عناء المعيشة في باريس رغم جمالها وجمال مبانيها وشوارعها، لكن كمان نجحت إنها توصف تعصب واضطهاد أهلها. من اقتباسات الرواية: حاول ألا تحكم على الإسلام من تصرفات المسلمين، أو على الأقل لا تحكم من تصرفات أولئك الذين ينتمون إليه بالوراثة. ومن آخر أعمال الكاتبة رواية أرني أنظر إليك، ورواية ياسمين العودة. سعدت بوجودكم، أنا مروة صالح.